تبارك الله عليك. هذا هو الموضوع الأخير اللي باقي لينا باش نختموا سلسلة شراء الدار بكل حذافيرها. شراء المستعمل، الدعم والصفقات بين الخواص. هاوس هاندشيك. مرحبا بكم في حلقة جديدة واختمامية في سلسلة أسرار دعم السكن. كيف ديما كنعتذر على الدارجة. في الحلقات اللي فاتوا ركزنا على شراء الجديد من عند المنعش العقاري، ولكن كاين بزاف ديال الناس باغيين يشريو دار قديمة أو مستعملة من عند شخص عادي خاص. هاد الخيار كيقدم فرص زوينة بحال الموقع في الأحياء القديمة، ولكن واش كيشمل هاد الدعم؟ غادي نجاوب على الأسئلة اللي كتشغل بال كل واحد باغي يشري دار كتحتاج إصلاح. واش إلا شريتي دار مستعملة من عند شخص عادي يمكن لك تستافد من دعم 10 مليون؟ وشنو هي الثغرات اللي خاصك تفحصها في العقد اللي كيجمع بينك وبين البائع العادي؟ القسم الأول، الدعم وشراء المستعمل، الجواب القانوني. هاد النقطة فيها أخبار مزيانة ولكن بشروط. الشرط القانوني، البائع والمشتري. البرنامج الحكومي ديال دعم السكن كيشمل العقار المستعمل والجديد بشرط يتم البيع بين خواص بارتيكولي. التأكيد، يمكن لك تستافد من دعم 10 مليون لشقة أقل من 30 مليون أو 7 مليون لشقة أقل من 70 مليون إلا شريتيها من عند شخص عادي، ماشي ضروري تكون من عند شركة منعش عقاري. الشروط، خاص الدار تكون محفظة ويكون عندها رسم عقاري باش يمكن يتم تسجيل الرهن لصالح الدولة، وخاصك تلتزم بالسكن الرئيسي لمدة 5 سنين. الفرق الواحد، ملي كتشري من عند المنعش العقاري كيكون عنده هو مسؤولية الجودة، ملي كتشري من عند شخص عادي انت اللي مسؤول على فحص العقار بنفسك. جوج، كيفاش كتتم العملية؟ هاد البيع كيتم بتدخل الموثق اللي كيقوم بكل الإجراءات. طلب الدعم، كتوقع طلب الاستفادة من الدعم مع الموثق. الدراسة، كتقوم اللجنة الإدارية بدراسة الطلب، المدة في الغالب ما كتفوت شهر. الدفع، إلا تقبل الطلب فلوس الدعم كتوصل مباشرة لحساب الموثق، والموثق هو اللي كيدفع الثمن كامل للبائع وكيسجل الدار في سميتك، وفي نفس الوقت كيسجل الرهن لصالح الدولة. القسم الثاني، فحص العقد والتحقق من الوضعية القانونية. ملي كتشري من عند شخص عادي خاصك تكون دقيق بزاف في فحص الأوراق والوضعية التقنية. واحد، التحقق من الرسم العقاري، النظافة القانونية. الوثيقة القضية هي شهادة الملكية اللي كتجبدها من المحافظة العقارية. هاد الشهادة خاصك تتأكد منها جوج د الحوايج. الملكية، واش البائع هو الملك الوحيد ديال هاد العقار؟ إلا كان العقار مشروك ملك مشترك بين ورثة أو شريكين خاص كل واحد يوقع على عقد البيع. التقييدات، واش العقار عليه شي رهن قديم لصالح شي بنكة أو لصالح شي شخص؟ الموثق هو اللي كيتكفل بأن تأكد أن كل الرهون كترفع قبل ما يتم البيع. جوج، الثغرات التقنية، العيوب الخفية. في العقار المستعمل كيمكن يكون فيه عيوب ما كتبانش في الأول، بحال المشاكل في قنوات الماء أو الكهرباء القديمة. الفحص التقني، إلا كانت الدار قديمة بزاف حاول تستعن بمهندس معماري أو تقني مختص باش يدير ليها تشخيص تقني بمقابل بسيط. هادشي كيحميك من المصاريف الباهظة ديال الإصلاح اللي غادي تبان من بعد. ضمانات العيوب الخفية، القانون المغربي كيفرض على البائع ضمانات العيوب الخفية، ولكن في العقد ديال البيع بين الخواص غالبا كيتم إدراج الشرط أنك كتشري العقار في الحالة اللي عليها، انت خاصك تفاوض على هذه النقطة. 3، المصاريف الملحقة، المفاجآت المالية. ضريبة النظافة وضريبة السكن، تأكد أن البائع خلص كل الضرائب السنوية اللي كتخص العقار حتى لتاريخ البيع. إلا ما خلصهاش هو غادي تولي مسؤولية على العاتق ديالك كمالك جديد. واجبات السنديك، إلا كانت الدار شقة في عمارة تأكد من شهادة من عند سانديك بأن البائع خلص كل الواجبات الشهرية ديال الملك المشترك. خلاصة القول، شراء دار مستعمل بالدعم ممكن ومتاح. المفتاح هو اليقظة والتأكد من الأوراق، حيث ما كاينش ضمانة ديال المنعش العقاري انت اللي خاصك تقوم بالدور ديال المحقق، فحص الوثائق في المحافظة وفحص الدار تقنيا قبل ما توقع. نهاية السلسلة. تبارك الله عليكم، بهذه الحلقة كنكونوا كملنا كل الأسرار والنصائح اللي كتحتاجوها باش تشريو الدار ديال الأحلام ديالكم بدعم الدولة، من أول فكرة حتى لآخر وثيقة. إلى اللقاء في سلاسل أخرى ومواضيع جديدة حول الاستثمار في المغرب. السؤال مفتوح، شنو هو الموضوع اللي كيشغل بالك دابا في الحياة اليومية ديالك أو الاستثمار ديالك باش نهضروا عليه في سلسلة جديدة؟